في موضوع الطفل هشام والحكي واللغط الكتير صاير على موضوع الطفلة وظهورها على الإعلام مع المومس اللي كلياتنا شفناها، مرت المجرم الخنزير بشار الأسد. تمام. اللي صار إنه جميل حسن صور الطفل هشام مثل أي حالة بيصورها من ضحايا الزلزال اللي كلياتنا اشتغلنا عليه، واللي صورنا منه عشرات الحالات لنظهر مصيبتنا وكارثتنا للمجتمع عموما وللناس كلياتها. ابدا ما في حدا منا طالب بدخول على تركيا. هذا الامر اللي كلياتنا بدنا نكون متاكدين منه، وراجعوا انتم المنشورات. نحن صرنا نحكي في موضوع تركيا بعد تركيا ما اخذتها. كيف اخذتها تركيا؟ تركيا اخذتها مثل عشرات الحالات اللي نحن صورناهن، الاطفال اللي منهم مبتورين الاطراف واللي منهم معهم سرطان واللي منهم معهم امراض، اخذوهم يعالجوهم بيرجعوهم. موضوع دخول الطفل هشام على تركيا نفس المبدا. تمام. ليش صورت الطفل هشام وعملتوها ترند؟ ما نحن اللي بنعمل الحاله ترند، نحن صورنا عشرات الحالات، من الحالات مثل الطفل هشام كلامه كان ممتاز وكلياتكم تفاعلتوا معه وكلياتنا بكينا على كلامه وكلياتنا شفنا انه كلامه عطى صوره ممتازه عن السوريين وادب السوريين واخلاق السوريين. تمام. لذلك اخذت ترند هي لحالها في كلامه. تمام. وطلع الفيديو ترند. ليش ما صورتوا مئات الاطفال؟ لانه نحن انت عندك اليوم 3000 مريض سرطان، تاخذ منهم حاله 2 3 10 20 وبتنشرهم بتحكي عن الفئه كلها. كذلك الامر هذول الاطفال، نحن صورنا ما يقارب ال 20 طفل من هذول الاطفال اللي عندهم متلازمه الهرس مثل شام ونشرناهم. تمام. وين الغلط في موضوع الطفل هشام اللي عم بتلوموا فيه جميل حسن او غيره من الاعلاميين او غيره من الجهات؟ وين الغلط؟ حددوا لنا الغلط. انه ايش لازم تسوي؟ ناس بيقولوا في خلل امني، لازم تكونوا انتم شايفين ثوريه العائله قبل ما تصوروها. ايش رايكم انا اجي لعند الطفل قبل ما اصورها قل له تعبك تدخلي يلعن روحك يا حافظ، يا بتدخلي هيك يا اما بصورك؟ منطقي هذا الكلام؟ بنت من بلده تلمنيس بلد الثوره، نحن نجي نقول لها انت بدك تدخلي هيك او بدك تقول لابوها انه انت بدك تقول هيك انا لحتى اصورك؟ بنت بين الحياه والموت بدنا نتعامل معها نحن على الاساس. ايش لازم نسوي؟ ايش لازم نسوي؟ طفله طلعت مثل كل الاطفال اخذتها تركيا من دون نحن ما نطالب فيها. نحن بعد ما دخلت على تركيا وكان في تقصير حكينا وقلنا عالجوها. اول مطلب الوحيد اللي طلبنا فيه انه رجعوا لنا اياها، رجعوها لوين لعنا. وين الخطا؟ حددوا لنا خطانا اللي عم ينتقد واللي لقى من هاي الفرصه سبيل وفرصه لانه ينهش في لحمنا يحدد لنا خطانا. نحن اشتغلنا على كل الحالات وعلى كل الاصعده، وصلنا الليل والنهار بالعمل وما لنا منيه، لانه هذا شعبنا وانتم شعبنا وانتم اهلنا. نحن باذن الله رب العالمين مستمرين في عملنا، واقفين مع اهلنا كل الاطفال. راجعوا صفحاتنا، نحن ما بس صورنا شام، صورنا كثير اطفال مثل شام ومثل غيره. تمام. سواء كان من مرضى السرطان للناس اللي صار عندهم متلازمه الهرس لكل الحالات. تمام. سواء انا او جميل حسن او اي حد، وباذن الله رب العالمين مستمرين واقفين مع بعض كلياتنا لانه نحن اخوي ولانه نحن ثوره. تعالوا هون، تعال واقفين معه. تمام. طلع ايوه ورايتك بيضاء، وباذن الله رب العالمين واقفين ومستمرين وما راح نتخلى عن بعض. ما بيهمنا اذا كل ما طلعت موميس ما راح احكي اكثر من هيك، حكت مع طفلي او استغلت كارثه طفلي، ما هذا الامر ما راح يستثنينا ابدا، لانه النظام مجري ولانه هو اللي قتل الاطفال ولانه هو اللي هجر شام وهجر مئات الاطفال مثل شام او قتلهم وصار تحت الانقاض وصار اشلاء، مو مئات الاف عشرات الالاف، وفي منهم لحد الان في المعتقلات اطفال مثل شام ومثل غيرها. تمام. والمجتمع الدولي وكل الناس تعرف هذا الكلام، كلنا بنعرف هذا الكلام، انه هذا النظام وهاي العاهره اللي طلعت عم تحكي مع شام هي ورا قتل الاطفال اللي مثل شام. تمام. كلنا بنعرف هذا الكلام، ولكن نحن اكيد ما راح استنى انا مشان هاي العاهره انه نقولوا خاف هاي العاهره استغلت هاي الطفليه انا لازم اصورها. لا، نحن مستمرين بعملنا، مستمرين مثل ما نحن ومش الشيء اللي شايفينه نحن صحيح. تمام. اي نقد اكيد بنتقبله نحن، ولكن حدد لي خطأي. قول انتم اخطأتوا في تصوير هاي الطفلة، ليش اخطأنا في تصوير هاي الطفلة؟ ايش الخطأ اللي سويناه؟ مثل عشرات الاطفال، واعطوا صورة كويسة عن السوريين، وتركيا طلعتها مثل مئات الاطفال اللي صوروا. شام نشرت الاسلام اكثر من 1000 داعية يا زلمه. بعدين بدي اقول شغلي بالنسبة لوالده لشام، هن اللي تواصلوا مع جميل حسن، وهن اللي قالوا له تعال صورها. تمام. اللي عم يقول انه من وراء الاعلام اولادي مدري اصفار فيهم واولادي تعب، الله يشفيهم يا رب، ولكن هن اللي تواصلوا مع جميل حسن وهن اللي قالوا تعال صورنا، وما صور شام الا بعد ما حكى مع ابوها. حكيت مع ابوها شخصيا، حكى مع ابوها اتصال، هو اللي قال له صورها. وخالها بيعرف في شهود كثيرين كمان. هاي النقاط اللي نحن حبينا نوضحها لشعبنا فقط،
اما باقي المجرمين الخنازير من الطرف الاخر ما بيهمونا اصلا، ولا في بالنا ابدا، ولا خطرين على بالنا. يعني حكوا ما حكوا، عملوا قلوب، عملوا خوازيق، هذا امر ما بيعنينا ابدا، لانه كلياته مردود عليهم ان شاء الله رب العالمين يوما ما. بس توقع ممكن عارفين حالك. ترى راح نوقف معك ما تكون. السلام عليكم.